في سوق قطع الغيار الخبر بيسافر أسرع من العربية نفسها. أيوة، ممكن كلمة تتقال الساعة 9 الصبح تلاقي السوق كله بيتصرف على أساسها الساعة 11. وأغرب حاجة إن محدش بيكون عارف مين أول واحد قالها. فاكر يوم سمعت واحد دخل محل بيقول الحق القطعة دي هتخلص من السوق، ولا ورقة ولا بيان ولا إعلان، مجرد كلمة صاحب المحل سمعها راح ماسك التليفون اتصل بالمورد بتاعه هاتلي 10 كراتين. بعدها ب5 دقايق محل تاني كلم برضو المورد وقال له هاتلي كل اللي عندك. بعد ساعة الموزع بدأ يستغرب ايه اللي بيحصل، الناس كلها بتطلب نفس القطعة. بدأ هو كمان يفكر يمكن فعلا في حاجة، فوقف البيع شوية. قال لما افهم. اول ما وقف البيع الناس قالت شايفين اكيد فعلا في ازمه. وهنا الاشاعه بقت حقيقه، مش لانها صح، لا، لان الناس صدقتها. اللي كان خايف يشتري بدأ يشتري، واللي كان متردد جري برضه هو كمان يشتري، واللي معاه القطعه قرر يستنى. وفجأة القطعه اختفت. بعد 3 ايام طلع ان الشحنه كانت داخله عادي جدا، ولا في ازمه ولا في نقص ولا في اي حاجه. طيب ازاي القطعة دي كانت موجودة في كل محل اختفت؟ بسبب كلمة. وده يعلمك درس مهم جدا في سوق قطع الغيار. السوق مش بيتأثر بالحقائق بس، السوق كمان بيتأثر بتوقعات الناس. لو كل الناس توقعت ان القطعة دي هتغلى هيتصرفوا على اساس انها هتغلى، وساعتها سلوك الناس نفسه هو اللي يخلي السعر يتغير. يعني اوقات احنا مش بنتعامل مع البضاعة، احنا بنتعامل مع نفسية السوق. وعلشان كده التاجر الخبرة أول ما يسمع خبر ما يسألش الخبر صح ولا غلط، يسأل سؤال مهم: مين قاله وليه قاله وهل الناس هتصدقه؟ عشان في السوق مش كل إشاعة بتعيش، لكن كل إشاعة بتسيب أثر حتى لو ماتت بعد يومين. أنا محمد إبراهيم ودي كانت يوميات سوق قطع الغيار.